السلام عليكم. ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ورجعنا لكم اخيرا بفيديو جديد، وهنتكلم النهارده عن الموبايلات الاقتصاديه. طبعا زي ما انتم عارفين ان تغيرات ظروف السوق اللي حصلت في مصر تحديدا خلت اسعار الموبايلات بقت واصله لمرحله جنونيه. زمان كنا بنقول على الموبايل الاقتصادي ابو 1500 جنيه ان هو موبايل اقتصادي، لكن النهارده خلاص للاسف احنا بنقول على الموبايل الاقتصادي بدايه من اول ال 3000 جنيه. والنهارده معانا الريدمي A1 بلس، فئه جديده من ريدمي ومن شاومي، وبيحاولوا اللي هم يدخلوا الحته الاقتصاديه، بس بيحاولوا باسعار زمان ولكن مع التكيفات الجديده. فالموبايل ده نازل بسعر 3000 جنيه بدايه كده من اول الفيديو. ولكن انا طالع النهارده اقول لك هل الموبايل الريدمي A1 بلس ده يستاهل ال 3000 جنيه بتوعه، ويستاهل ان هو يكون واحد من الاجهزه الاقتصاديه اللي موجوده في السوق اللي انت ينفع تحط فيها ال 3000 جنيه بتوعك ولا لا؟ انا محمد طايل، يلا بينا. واول ما بنقول موبايل اقتصادي يبقى بيجي في دماغنا على طول مباشره كده اول محدد من محددات الاجهزه الاقتصاديه هي البطاريه. انا كل اللي يفرق معايا في الموبايل الاقتصادي لو انا نازل اشتريه فعلا لنفسي البطاريه بتاعته تكون كبيره. وهنا البطاريه اللي بتيجي في الريدمي A1 بلس من شاومي 5000 ملي امبير، والبطاريه دي حرفيا بتقدر تكمل معاك اليوم ونص وساعات كمان اليومين بشكل مرتاح جدا. اي نعم الشاحن اللي بيجي معاه مش شاحن سريع ب 10 واط، ولكن في الموبايلات الاقتصاديه ما بدورش على يكون الشاحن سريع، لا انا بدور على البطاريه تكون قاعده بشكل اطول فتره ممكنه معايا. وده فعلا اللي بيحصل في الريدمي A1 بلس، ان هو بيقعد معايا بفتره كبيره جدا تكاد تكون بتكفي لحد يوم ونص بشكل مستريح قوي. والبطاريه هنا لو انا بتكلم على المحددات الاقتصاديه الخاصه بي انا، بطاريه نجحت في الاداء. اما تاني محدد من محددات الموبايل الاقتصادي، وده اللي بيفرق معايا انا شخصيا بنسبه كبيره قوي، وهو التصميم. هنا خلي بالك عندك وزن الجهاز بيجي 192 جرام مع سمك 9.1 ملم، وده سمك رفيع جدا ويكاد يكون الموبايل خفيف قوي في الايد، وبالتالي انا مش هتعب فيه. مش عشان شايل الموبايل اقتصادي وعشان انت حاطط لي فيه بطاريه 5000 ملي امبير يبقى انت تعمل لي موبايل دبشه، لا اطلاقا. الموبايل فعلا تصميمه تحفه، وخاصه الليزر جلد الصناعي اللي ورا ده اللي هم عاملينه على بلاستيك، تكتشرات كده غريبه بيحسسك ان ملمس الجهاز من ورا جلد ولكنه مش جلد، ده هو نقشه معموله ورا. اسمع كده الصوت ده، بص يعني حاجه تحفه. الماسكه بتاعته جريبي ما بتخليش الموبايل يقع من ايدك بفضل التكتشرات اللي ورا. وكمان تصميمه بيجي كويس جدا، عباره عن دايرتين الكاميرات مع دايره الفلاش، واللي موجودين كلهم في مربع بسيط جدا ومفيش اي بروز للكاميرات، فبالتالي الكاميرا مش هتتجرح. وعندك سماعه الخارجيه موجوده فوق، وعندك تحت ال 3.5 ملم جاك اللي هي فتحه السماعات القياسيه، الحمد لله ما نهوهاش. وكمان عندك فتحه الشحن، وعندك المايك بتاع المكالمات، ولكن للاسف ما فيهوش اكتيف نويز كانسليشن. وعندك ورا الفينجر برينت، ودي اللي هعتبرها ثالث ميزه في الموبايل ده، ان في الموبايلات الاقتصاديه دلوقتي معظمها اللي موجوده في السوق المصري او السوق العالمي بيشيل لك البصمه عشان توفيرا للنفقات، عشان يوفر تكلفه. لكن هنا حط لك بصمه، والبصمه شغاله بشكل كويس جدا، وخاصه بعد اخر تحديث. لازم اول ما تطلع الموبايل من العلبه هتلاقي فيه تحديث، تعمل التحديث ده هيشتغل معاك الموبايل بشكل سريع جدا، والبصمه بتفتح معاك بشكل حلو قوي. يكاد يكون بس ان ممكن تكون مفروض اسرع من كده شويه لو شالوا فيها الانيميشن اللي بيحصل، ولكن هي اوفر اول البصمه بتفتح بشكل حلو جدا، والموبايل تصميمه حلو. وانصحكم اللي عايز يجيب الريدمي A1 بلس يجيب اللون المنت جرين ده، لان هو حرفيا عظمه في حته تانية. تالت محدد بالنسبه لي انا واللي بركز عليه الشاشه. طبعا عشان ده موبايل اقتصادي في فئه سعر 3000 جنيه، يبقى الشاشه اللي موجوده هنا IPS LCD بدقه 6.5 انش HD بلس. والشاشه دي بالحجم ده طبعا كويس جدا، مناسبه اللي انا اتفرج عليها على محتوى على اليوتيوب، او مناسبه للناس كبيره السن اللي هي محتاجه شاشه كبيره علشان تشوف فيها الكلام بشكل واضح، او اللي عايز يقرا القران الكريم ويقدر يقرا القران الكريم بشكل كويس جدا على الموبايل ده. فبصراحه الشاشه هنا حجمها كويس. طبعا مش هركز مع دقه السطوع بتاعتها بقى، لان هي دقه السطوع بتاعتها 400 نتس، فانت تحت الشاشه هتحتاج ان انت تعلي البرايتنس على الاخر. بلس اللي انت هنا عندك الشاشه دي IPS، فاكيد زوايا الرؤيه مش كل حاجه احسن حاجه فيها، ولكن انت برضو ان انت حط في اعتبارك ان انت بتتكلم على موبايل اقتصادي ب 3000 جنيه،
فده مقبول جدا على الفئه السعريه دي. فالشاشه انا ما عنديش اي مشكله عليها. اما بالنسبه للصوت، فالصوت بصراحه هنا هو سماعه وحيده ولكن صوته كويس، مش العالي ومش الواطي، يعني صوت كويس. ما تكلمنيش بقى ببيس وتريبل، ركز يا معلم، انت بتدفع 3000 جنيه في الاول والاخر. رابع محدد انا بحتاج اهتم بيه وهو اداء الموبايل، بس مش بركز على الاداء بقى البروسيسور والكلام ده كله. خلي بالك انت واخد موبايل ب 3000 جنيه، والموبايل ده بيجي بالهيليو A22 من ميديا تك مع رامات 2 وذاكره 32 جيجا، والتوليفه دي كويسه جدا على موبايل اقتصادي في الفئه السعريه دي. ولكن الاهم من ده كله واللي انا ركزت عليه في تجربتي مع الموبايل ده خلال الاربع 5 ايام اللي فاتوا، وهو تجربه السوفت وير. السوفت وير اللي موجود هنا هو سوفت وير يعتبر جو اديشن، سوفت وير خام بتاع جوجل. اول ما تفتح الموبايل ده هتلاقي عليه كافه التطبيقات، كل التطبيقات اللي موجوده على الموبايل ده كلها تطبيقات من جوجل، فيما عدا بس المي فيديو والمنت ثيمز، السمات والفيديو بتاع شاومي. فيما عدا ذلك كل الموبايل اصلا تطبيقات جوجل، حتى الجاليري بتاع جوجل، كل حاجه، الكاميرا بتاع جوجل، كل حاجه بتاع جوجل حرفيا. وده اللي بهرني في الموبايل ده. شاومي متدخله بتدخلات بسيطه جدا في الموبايل ده. طيب ايه بقى فكره الجو اديشن؟ رغم ان الموبايل ده جاي باندرويد 12 ويمكن انا كتبتها على الفيسبوك، فانت لو مش متابعني انزل في الديسكريبشن تحت هتلاقي اللينك بتاع صفحتي على الفيسبوك، لازم تتابعني عليها على طول. بصراحه الموبايل جاي بالماتيريال يو اي الجديده بتاعه جوجل اللي بتنزل على الجوجل بيكسل 6 برو والجوجل 7 برو والجوجل 7 والجوجل 6، فجايه بنفس واجهه الماتيريال يو اي، التصميم الجديد، نفس شكل التوجلز، نفس شكل الاشعارات، نفس شكل السمات، نفس اللوك سكرين اللي بيبقى موجود عليها الساعه في النص ويديك بعض التنبيهات كده، وكل ويل بيبر جديده بيطلع لك الفو بتاعتها. فبصراحه الواجهه بتاعت الجو اديشن اللي موجوده على الريدمي A1 بلس انا بصراحه كانت عجباني جدا، والواجهه سلسه وخفيفه ومفيش فيها اي نوع من انواع اللاج. اما لو بتكلمني بقى على فكره التطبيقات، فهو هيشغل الفيسبوك حتى لو مش اللايت، ممكن يشغل العادي، انستجرام مفيش فيه اي مشكله. ولكن يعني الموبايل ده بتاع ببجي على اقل فريمات وعلى اقل دقه، وممكن تلاقي فيها بعض اللاج، لان الموبايل اصلا في الفئه الاقتصاديه ده يا صاحبي مش معمول عشان خاطر الالعاب، هو معمول بس علشان خاطر ان انت تتكلم عليه، تتصفح سوشيال ميديا، تتفرج على يوتيوب، الكلام ده كله هيشتغل معاك كويس. لكن في حته الالعاب لا، في تليفونات تانية من عند شاومي في بادجت اعلى للالعاب، لو عايز تلعب ادفع اكتر. ايه بقى يا معلم اللي محدد اللي هو مش مهم في الموبايلات الاقتصاديه ولكن انا لازم اقوله لك؟ انا كده قلت لك لحد دلوقتي 4 محددات رئيسيه اول ما تنزل تشتري موبايل فئه اقتصاديه لازم تبص عليهم: البطاريه والتصميم والشاشه والسوفت وير اللي محطوط على الموبايل، لان ده هيفرق معاك في تجربه الموبايل ابو 3000 جنيه. ولكن المحدد الخامس واللي هو مش مهم قوي بالنسبه لي واللي انا ما ببصش عليه، لان في الاول وفي الاخر انا شاري موبايل اقتصادي، ولكن شاومي برضو ما رضتش تسيبه، حطت لنا كاميرتين. الكاميرا الرئيسيه 8 ميجا بكسل ومعاها كاميرا ثانيه VGA يعني دقتها 0.08 ميجا بكسل، فرقم بسيط قوي. والكاميرا السيلفي 5 ميجا بكسل. اداء الكاميرات ده كله كان عامل ازاي؟ اوفر اول اداء الكاميرات السيلفي والاماميه والخلفيه والكلام ده كله هتاخد بيها صور بالنهار فقط لا غير، صور مقبوله، صور كويسه ينفع تشاركها على السوشيال ميديا، مش وحشه ومش الواو ومش المتوسطه، لا يعني هي حاجه نقدر نقول عليها صور مقبوله لبرامج السوشيال ميديا فقط لا غير. الخلاصه والزتونه يا صاحبي في موبايل الريدمي A1 بلس، فانا بصراحه كمحددات موبايل اقتصادي وكموبايل اقتصادي في 3000 جنيه انا راضي عن ادائه تماما، وريكومند بيه لكل الناس اللي هي محتاجه موبايل مجرد بس زي موبايل ثانوي، محتاجين يردوا منه على مكالمات، محتاجين موبايل يكون بطاريته كبيره يتابعوا فيهم فيديوهاتهم المفضله على يوتيوب، الناس اللي هي الكبيره في السن اللي محتاجه موبايل ترد منه وتقفل شويه واتساب شويه يوتيوب، محتاجه مثلا ان هي تقرا عليه القران الكريم، محتاجه ان يكون شاشه كبيره عشان يشوفوا المعلومات بشكل اوضح، الموبايل ده برضه مناسب ليه. الموبايل لو انت عندك طفل في ابتدائي او في اولى اعدادي ومش عايز تجيب له موبايل غالي وعايز تجيب له موبايل يمشي حاله ويروح بيه المدرسه عشان تقدر تطمن عليه يروح بيه الدروس، برضه الموبايل مميز جدا في الفئه الاقتصاديه.
بس كده، دي كان كل حاجه عن الريدمي A1 بلس، مميزاته وعيوبه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم ان شاء الله على خير. انا محمد طايل، واشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس، وما تنسوش كمان تفعلوا الاشتراك بتاعكم في قناه التيك توك، لان احنا بننزل هناك عليها حصريات بشكل قوي جدا. اشوفكم ان شاء الله على خير. دمتم في رعايه الله. سلام يا صاحبي.